السلام عليكم. اهلا بكم دفعة 2024. انا رنا خالد. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده على اهم وافضل 10 نصايح ضرورية انتوا تحتاجوها في الثانوية عامة كلها، عشان باذن الله تحققوا درجات عالية توصلوا لكل اللي نفسكوا فيها. بس اهم حاجة كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تستفادوا. يلا بينا. اول نصيحة هتكلم فيها الوقت المناسب للمذاكرة. ايه افضل وقت نذاكر فيه؟ الفجر. لما هتبدأ يومك من الفجر انت هتحس ان انت عندك بركة، وقت كتير جدا ان انت تقدر تذاكر كمية معلومات كبيرة فيه. غير ان علميا اثبت اصلا ان في هرمونات بتفرز في الفترة دي بتخلي الواحد يبقى نشيط وعنده قوة ان هو يستوعب حاجات كتيرة جدا. طيب في يقولك ايه، انا مش هقدر اذاكر الفجر. خلاص حاول انك تذاكر الفجر. جرب كده اسبوعين 3 كده، كام يوم ورا بعض، جه على نفسك جامد وانت هتقدر. طيب مش قدرت، خلاص اسأل نفسك ايه الوقت اللي انت هتقدر تحصل فيه كمية معلومات كبيرة جدا وذاكر فيه. في ناس تقولك انا بقدر احصل معلومات بالليل. خلاص ذاكر بالليل وحصل معلومات بالليل. تاني نصيحة، الصحاب او الصحبة الكويسة. حاول تختار صاحبك بعناية. يا صاحبك لو شخص كويس يدافع عن مصلحتك فهيطلعك لفوق وهيساعدك انك تقدر توصل. انما لو صاحبك حقود ومش كويس فهينزلك لتحت. ما احنا عارفين المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اذا جدعان مع صحابكم الصحاب في ثانوية عامة، ولو ما عندكمش صحاب كويسين اقعدوا من غير صحاب، ابعدوا كده عن ثانوية عامة من الصحاب، مش مشكلة عادي. تالت نصيحة، المكان اللي هذاكر فيه. حاول، يفضل ان المكان اللي هذاكر فيه يبقى هادي، اوضه لوحدك كده، مكان لوحدك، آه يكون هادي وتقدر تجمع فيه معلومات كبيرة. والمكتب بتاعك يبقى عليه كده مستلزماتك كلها، كتب، اقلام، كراريس، ازازة المية تبقى موجودة على المكتب، الحاجة اللي هتشربها موجودة على المكتب. عشان مش عايزين كده تقولي انا هقوم اجيب الحاجة ديت، اصلا انت لو رحت تجيب الحاجة مش هترجع، اللي بعد سنة هترجع. فالافضل ويفضل ان حاجاتك على المكتب تبقى جاهزة والمكان لوحدك تقعد وتذاكر فيه. رابع نصيحة، الموبايل والسوشيال ميديا. بلا شك كلنا متفقين ان الموبايل والسوشيال ميديا بيضيعوا الواحد. فالافضل ان الموبايل بتاعك يبقى مع والدك او والدتك بعيد عنك خالص، او انت تحطه في مكان في اوضه غير اوضتك بعيد عنك خالص. بالنسبه للسوشيال ميديا اقفلها. طيب بالنسبه للواتس، لان اغلبيتنا نحتاج الواتس في الجروبات او كده، لو عايز تفتحه برقمك تمام، او برقم والدك او والدتك، بس خليه على موبايل غير موبايلك برضو، عشان الموبايل يبقى بعيد عنك خالص وما تاخدهاش حجه. خامس نصيحه، الدروس والمدرسين. بالنسبه للمدرس حاول تختار المدرس اللي هيطور من نفسه عشان الطلاب. مع كده النظام ماشي كمان على النظام الجديد، راقب حضور الطلاب وعدم حضورهم، وبركز ان هو يعمل امتحانات كتير ويسأل اسئله. فالمدرس ده حاولوا تختاروه بعناية وتركزوا عليه، مش اي مدرس والسلام تروح تاخده معاه. طب بالنسبه للدروس، الدروس بتقف على انك هتاخد في سنتر ولا اونلاين، وهو طبعا على حسب انت بتقدر تمشي مع مين فيهم، اختار الحاجه المناسبه ليك. سادس نصيحه، المقارنه. ما تقارنش نفسك بحد، وقارن نفسك بنفسك. بمعنى ايه؟ ما تقولش ان الشخص الفلاني ده بيذاكر 48 ساعة في ال 24 ساعة، لا بيحل كتب مش عارفة ايه، بيجاوب على السؤال في قد ايه. ما تبصش للشخص ده لان هو بيختلف تماما، تفكيره بيختلف عنك تماما. فقارن نفسك انت بنفسك، شوف انت ناقصك ايه وحاول تعمله. يعني مثلا انا ناقصني مسائل في حاجة معينة اروح اذاكرها، لا ناقصني تطوير في حاجة معينة فاشتغل عليها. ممكن تبص للشخص ده ان هو عمل ايه اكتر منك وتحاول تعمله، انما ما تقولش هو عمل ايه انا، وتقعد بقى تحصل يا ربي انا ليه مش قادر اعمل، انا مش عارفه اذاكر، هو ليه احسن. لا انت كده بتضيع وقتك وما استفدتش اي حاجه خالص. فكروا فيها كده. سابع نصيحه، ذاكر بذكاء وحدد اولوياتك. بمعنى ايه ذاكر بذكاء وحدد اولوياتك؟ يعني حاول تعرف انت وراك ايه بكره، تبدا تخطط له، وحدد اولوياتك. لما تيجي تذاكر ذاكر من اهم حاجه واصعب حاجه للاسهل واللي هتاخد وقت اقل في الاخر. وحاول ان انت ما تبداش بحماس قوي فتعلي الكيرف بتاعك فيجي في الاخر ينزل، او تبدا كده بالكيرف بتاعك نازل فما يعلاش. لا انا عايزه الكيرف بتاعك كويس، لو زاد وقل نلحقه كده قبل ما يقل ونرفعه تاني، ما نخلوش ينزل اصلا. وكمان حاولوا لما انتوا تيجوا تذاكروا في حاجات كده في المنهج، مثلا مدة مذاكرتها 10 دقايق، لا ما تقعدوش فيها 10 ساعات تذاكروها. حددوا الحاجة دي ممكن تتذاكر في قد ايه على حسب هي سهلة ولا صعبة. ده من نصيحة.
التحضير والمراجعة للدروس. حاول قبل ما تدخل الدرس بتاعك تبقى محضر له، يا تبقى سامع فيديو على اليوتيوب، او لو ما عندكش وقت، لان في اغلبيه كده في اخر السنه مش هيبقى عندنا وقت، ابدا اقرا، امسك كده الدرس واقرا هو بيتكلم عن ايه الدرس دوت، عشان لما المدرس بعد كده يجي يشرح تبقى انت فاهم. هقول لكم مثلا مثال من تجربتي. في ساعات ببقى بحضر الدرس كان بيبقى فيه اجزاء انا مش مستوعباها، فلما ببدا اروح الدرس ويجي المدرس يشرح الجزء ده، انا بقى بحط تركيزي معاه قوي بالذات في الحته دي، حتى لو انا ما كنتش مركزه، عشان استوعبها وافهم ايه اللي انا ما كنتش فاهماه فيها. فبتوصل، وممكن ساعات تلاقي ان المعلومه دي لما انت تيجي تذاكرها تلاقي ان اكتر معلومه انت فاكرها في المنهج. سبحان الله يعني. طب بالنسبه للمراجعه من الدروس، افضل وقت انك تقدر تذاكر فيه بعد الدرس، او انت تاخد الدرس من هنا اما تروح البيت تذاكر الدرس بتاعك. طب في ناس تقولك انا مش بقدر ان انا اذاكر الدرس بعد لما بخلصه. خلاص، ابدا ان انت كده تقراه بعد الدرس برضو، اقرا المعلومات اللي قالها المستر بتاعك، مش شرط ان انت تذاكرها مذاكره جامده، لا اقراها، خد فكره عنها بعد المدرس، عشان لما تيجي تذاكرها في الوقت اللي انت حددته بعد كده يبقى تعرف تذاكرها. بس الافضل اما تخلص الدرس زي ما انا قلت تذاكر بعدها على طول. تاسع نصيحه، تنظيم وقتك في الاسبوع مع الدروس. دي نصيحه مني صغيره ليكوا كده. حاول لو هتاخد دروس في سنتر او لو كان اونلاين يبقى عندك يوم او يومين في الاسبوع دول فاضيين ليك انت، تقدر كده زي ما تقولوا لو عندي حاجات انا عايزه ارجعها اعملها، معلومات ناقصاني اعملها، في حاجات كده انا ما كملتهاش من اللي كنت هذاكرها قبل كده هعملها في يوم. فالافضل يبقى عندك يوم او يومين في الاسبوع فاضيين. عاشر نصيحه، واللي المفروض ان هي اهم نصيحه فيهم كلهم، ربنا. ما ننساش ربنا يا جماعه خالص. مش معنى اذا كنا احنا في ثانويه عامه والوقت مهم لينا ان احنا نذاكر ما ننساش ربنا، لان ربنا في الاول هو اصلا اللي هيوصلنا ان احنا نقدر نحقق هدفنا، وهو اللي هيبقى معانا. فما ننساش ان التوفيق من عند ربنا. فوردك في القرآن ما تنساهوش، ولو ما كنتش منتظم على ورد انتظم على ورد، على الأقل بعد ثانوية عامة يبقى انت ماشي عليه، يبقى في حاجة عملناها كويسة. ندعي ربنا كتير جدا. انا اقدر اقول لكم ان انا وصلت لنهاية الفيديو، وما تنسوش دعموني بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واي حد عنده رسالة في الكومنتات يكتبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.